السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من الساكنة ديال الفضاء السعادة ديال الهرويين، إقليم ديون أنايا. يعني من بعد الحرمان ديالنا من جميع المرافق العمومية، وخصوصا يعني المرافق الصحية. حاليا كنشوف بأن منطقة فيها أكثر من 100,000 من الساكنة ما فيهاش ولو مصحة واحدة ولو يعني مرفق صحي اللي يمكن يساعد الساكنة في المعالجة يعني السريعه. ولهذا يعني من بعد هذا الحرمان كنلاحظوا بان حاليا هذه المنطقه تحتاج الى نقل عمومي، وعطاونا واحد الوعود ان باش يكون واحد النقل عمومي في شهر 7 شهر 8، وكانت وعود كاذبه بصراحه رغم المجهودات اللي قام بها السيد العامل على اقليم هذه المنطقه هذه ديال مديونه. يعني عقد اجتماعات الى اخره في السياق ديال يعني تحريك هذه الوضعيه هذه ديال غياب النقل العمومي. ولكن الى حدود الساعه كنلاحظوا بان هناك عزف، يعني عزف في هذا المجال هذا، وبالتالي الموضوع باقي يعني بعيد يعني الواقعيه. احنا كندعو السلطات العليا التدخل فورا، خصوصا هذه الطريقه اللي عندنا هنايا حاليا، هذه الطريق اللي مقطوعه اللي خصهم يسلكوا لنا هنايا باش يكون عندنا ان دوبل فوا، باش النقل العمومي بعدا يجي يلقى واحد البنيه التحتيه ديال الطرق اللي تكون يعني جيده، وحتى النقل العمومي يكون عنده واحد الوضعيه يعني سليمه جدا. ما حاولتوش تواصلوا مع شي مسؤول في الجماعه او رئيس الجماعه؟ انا بصراحه هنا غياب التواصل مع الجماعه بكل صراحه، رغم ان هذه الجماعه هذه انتقلت من وضعيه قرويه الى وضعيه حضاريه. ولكن ملي كتمشي للولايه، كتمشي للجماعه ديال الدار البيضاء، كيقول لك هذيك المنطقه هذه لا تنتمي، ما كايناش، ما تابعناش حنا هنايا. وهذا هو الاسف، لان كيسميوها هي جماعه حضريه، ولكن في الواقع هي ماشي حتى جماعه قرويه، لان غياب البنيه ديال الطرق، غياب البنيه ديال التحتيه ديال واد الحار، لان المنطقه كامله خصهم يعاودوا لها البنيه ديال واد الحار. ها ما كتشوفوا حاليا هذا المجمع اللي بجانب في وسط الساكنه، انه مجمع في الهواء الطلق، بمعنى انه الساكنه ما بقاش قادره تحل السراجم ديالها يعني بالريحه بالشنيوله اللي كتهجم عليهم. وهنا انتشرت امراض يعني خطيره جدا، مثل امراض الجلد والسرطانات والضيقه ديال الاطفال ديالنا والعجزه ديالنا. بصراحه كنناشدوا اذا كانوا الناس المسؤولين كيفكروا في الاستثمار يجيو يحولوا هذا المجمع الى 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 الى, إلى زعما يعني يديروا واحد السوق قرب. لان حاليا دابا هذه المنطقه ديال فضاء السعاده ردوها عشوائيه، يعني اللي جاي يحط في الشارع. لان حنا بصراحه جينا من واحد المنطقه اللي زعما كانت فقيره جدا، واحد المنطقه اللي نورمالمون خص يكون فيها حضاره. لقينا دابا العكس، ان دابا الطرق ديالنا وجميع المسالك العموميه اصبحت محتله. ولهذا نطلب يعني من السلطات العليا، يعني على مستوى الولايه، ان تتدخل وتحول لنا هذا المجمع ودير له واحد الضاله، ودير فيه ملاعب قرب، دير فيه يعني واحد مجمع ديال اقتصادي، ودير فيه كيف يلعبوا الاطفال. وللاسف ان الشباب ديالنا هنايا، الشباب ديالنا اللي شباب ديال زاد، حنا بصراحه ما لقيتش حتى فيه يلعب. حتى المرافق الرياضيه غائبه بصفه مطلقه. عندنا واحد جوج تيرانات هنايا لان مخصصين لبناء واحد ملاعبين للقرب، ولكن للاسف ان الشركه انا ما اعتقد ان غادا في اتجاه ديال يعني التقادم، يعني تحاول ما امكن ما غاديرناش يعني ملاعب القرب. ولهذا نتاسف لك جيدا، ونتمنى مع الله سبحانه وتعالى ان يتدخل المسؤولين ويسلكوا لنا الطريق ويحيدوا لنا هذه المصيبه اللي كاينه هنايا، ويديروا لنا ملاعب قرب للاطفال، ويزيدوا يبنيوا لنا مرافق عموميه. شكرا. انت كاحد الساكنه ما حاولتوش توضعوا شكايه للمجلس الجماعي تاع الهرويين؟ هذه 8 سنوات حنا كنا النهار الاول دانا فيهم الثقه، ولكن للاسف كنحطوا شكايات ربما كانت كتقطع، كتعطيونا حتى لي زاكيزي ما كيعطيوهمناش. يعني حط الشكايه وسير الله يعاوننا، يعني لا مبالاه. واللي كنتقلوا المرحله الثانيه على مستوى العماله، كتحط لاكيزي كذلك. بعض الاحيان كيجيو يعالجوا المشكل. على مستوى الولايه حطينا شكايات على مستوى الولايه مجلس المدينه، ولكن للاسف كاين بعض المجهودات بالنسبه للسيد العامل ديال المنطقه هذه، يعني بالموازاه كاين مجهودات للسيد الوالي هذه الجهه الدار البيضاء 16،
نشكرهم على هذه المجهودات، ولكن يعني هذه المنطقه هذه ما زالت يعني مجهوله المعالم، تعاني بالكثير من الويلات وغياب جميع المرافق، يعني من طرق، مدارس، يعني مستشفيات الى اخره. رسالتك؟ رسالتي هي مستعجله للمسؤولين الكبار انهم يجوا يشوفوا من حال هذه الساكنه هذه ويحلوا هذه المشاكل بكل صدق، لان نحن كساكنه كنترجاو يعني فيهم يعني الخير، ومن هذا الباب كنوجد يعني يعني نطلب الشفاء العاجل صاحب الجلاله نصر الله، ويولي الصحه ديالو يعني السابقه العهد، ونتمناو ان حتى المغرب يمشي في واحد السياق جيد جدا ويصبح من ضمن البلدان يعني متقدمه ان شاء الله بحول الله.